في سوريا برزت قصة أم أيمن أو سنديانة الساحل كما باتت توصف، والتي فقدت 2 من أبنائها وحفيدا قتلوا ورميت جثثهم بقارعة الطريق في ريف اللاذقية لتحرسها الأم والجدة المكلومة. أم أيمن الأم البسيطة من الطائفة العلوية تحولت إلى أيقونة في الصبر وقوة التحمل والقوة عندما تحدت المسلحين أمام جثث فلذات كبدها وواجهتهم بثقة وثبات وسط أعمال عنف مروعة وقعت في المناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل السوري. في تفاصيل القصة مشاهدينا التي انتشرت بشكل واسع والتي نحذر من أنها صادمة، فإن زرقاء سباهية والتي تعرف باسم أم أيمن كانت مع عائلتها يوم الجمعة الماضية في منزلهم بقبو العوامية في ريف اللاذقية، وعند حدود الساعة 1 أجبر مسلحون مدججون بالسلاح الشبان ال3 على الخروج من المنزل واقتادوهم للباحة الخلفية، والأم الثمانينية تترجاهم بأن يقتلوها هي بديلا عنهم، لكنهم نفذوا ذلك الإعدام دون مبالاة بها، والضحايا هم ولداها سهيل وكنان وحفيدها لمك. في الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل يسمع 2 من المسلحين وهما يبرران الجريمة ويتهمان العلويين بالغدر رغم منحهم الأمان والبدء بالعنف ضد السوريين السنة، بينما تحدت الأم كل كلمة يقولونها وكانت ترد بكلمة فشرت. نحذر مشاهدينا أن الفيديو صادم ويحتوي على عبارات طائفية. هذول أولادك؟ الله لا يسامحك إنك لك والله لندعس على كل علوي. ندعس عليكم إن شاء الله قريبا، لأنه أنتم اللي بديتوا، أنتم اللي بديتوا، أنتم اللي بديتوا، أنتم غدارين، قاتلوا أهل السنة ولادي، أنتم الغدارين، أنتم غدارين. أعطيناكم الأمان